اهلا بيكم في قناتي قناه تاروت فن. النهارده في الفيديو هناخد تفاصيل كتيره قوي عن الزوج المستقبلي، هناخد مواصفاته وهنعرف كمان امتى وازاي هتتقابلوا، شكل فرحكم وشويه تفاصيل كده عن حياتكم، وكمان هناخد اول حرف من اسمه. معانا مجموعتين، المجموعه الاولى الحجر الابيض، كمان تقدروا تختاروا بالحروف باول حرف من اسمك انت، هسيبها لكم في صندوق الوصف وكمان هكتبها لكم على الشاشه. المجموعة التانية اللون الأسود، كمان تقدروا تختاروا بالحروف، هكتبها لكم على الشاشة وهسيبها لكم في صندوق الوصف. اللي حابب قراءة خاصة هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. كمان طاقة الفيديو ده وكل الفيديوهات اللي على القناة طاقة زمنية مفتوحة، تقدروا تسمعوها وتشوفوها في أي وقت. هسيبكم ثواني تختاروا ونبدأ على طول. أهلا بيكم يا مجموعة رقم 1. أول حاجة هناخدها هي الطاقة بتاعتك. اولا كده اللي انا حاساه، انت حاليا في اختبار حقيقي. الاختبار ده ليه علاقه يا اما بعلاقه او بمشروع، وظيفه، حلم، ايا كان. والاختبار ده او الشيء ده هو مش سهل. يعني مثلا لو هي هنتكلم انها علاقه، فهي مثلا العلاقه دي مش سهله، وعلشان تقدر تنجح فيها انت محتاج تتمرد على حاجات كتير، محتاج ان انت تكسر قواعد كتير. ممكن تكون مثلا محتاج تتمرد على اهلك، على حد حواليك، على المجتمع، ايا كان يعني. بس في نفس الوقت انت محتاج تسأل نفسك سؤال: هل الحلم اللي انا بجري وراه ده، او مثلا العلاقه اللي انا عايز انجح فيها دي، هل هي شغف حقيقي؟ هل هي فعلا رغبه حقيقيه وانا عايزها بجد، ولا هي مجرد رغبه او مجرد يعني مشاعر كده مندفعه انا لو جريت وراها هخسر كتير؟ انت مستعد تخسر الناس دي علشان تتجوز الشخص ده؟ مثلا لو هنتكلم ان هي علاقه، انت مستعد ان انت تضحي التضحيه الكبيره دي علشان الشخص ده او علشان المشروع ده؟ فلازم يكون قلبك وعقلك متفقين، لان انا حاسه ان انت عقلك وقلبك في صراع شويه. ده بالنسبه للطاقه بتاعتك. لو انطبقت عليك كمل قرايه، لو ما انطبقتش عليك اسمع المجموعه التانية، وما تنساش تشترك في القناه وتضغط لايك. الشخص ده قبل ما يخش حياتك انت هتكوني في حاله من الصراع الداخلي، وحتى مش بس داخلي، انت كمان ممكن يكون عندك شويه مشاكل مع اللي حواليكي. هيبقى عندك احساس بالفشل، احساس بالاحباط، احساس بالوحده والعزله، كانك مش عايزه تتكلمي مع حد، كانك مش عايزه تشوفي حد، حاسه ان انت اصلا محدش فاهمك، محدش قادر يلمس اللي جواكي ويفهم انت ليه مثلا بتتصرفي بالطريقه دي. الكل بيحكم عليكي، الكل بيقولك انت غلط، ماشيه غلط، حاسه كمان ان انت مش متوازنه. كل المشاعر دي انت هتبقي حاساها في الوقت اللي الشخص ده هيدخل حياتك فيه. كمان ممكن تكوني خسرتي حاجه كبيره، او حاجه مثلا حاسه ان انت حاربتي وعملتي مثلا مشكله كبيره علشان تحمي نفسك، بس في المقابل انت خسرتي حاجه كبيره قوي. كل المشاعر دي لو هي عندك دلوقتي، فاعرفي ان الشخص ده قرب قوي انه يخش حياتك. الشخص ده اول ما هيخش حياتك انت هتبقي حاسه بحيره، يعني هتبقي مش فاهمه، مش عارفه انت توافقي عليه ولا ما توافقيش عليه، حاسه ان انت محتاره شويه، وكمان هتبقي يعني حاسه ان انت قدام قرار مصيري، وفي نفس الوقت مش قادره تفهمي هو انا صح ان انا افتح قلبي للشخص ده، ولا ان انا افضل على الوضع اللي انا فيه احسن. هيبقى عندك مخاوف كتير تمنعك من ان انت تشوفي الصوره بوضوح في البدايه، كل ده في البدايه. فاول ما الشخص ده يخش حياتك انت هتحسي بالمشاعر دي، بس عايزه اقول لك ان انت بعد كده هتتفاجئي بكميه يعني السعاده والتغييرات الكبيره اللي الشخص ده هيديها لك. عارفه حاله العزله اللي انت هتكوني فيها دي، هو هيخرجك منها تماما. ومش بس كده، كمان هتبداي تحسي ان انت مدعومه، يعني في حد بيدعمك، حد فاهمك، حد بيخرجك من الوحده اللي انت عايشاها. هتخرجوا كتير، هتتبسطوا كتير، هيسمح لك، يعني مش هو هيسمح لك بس، هو هيكون سبب في انك تكوني صداقات، او ان انت تتعرفي على ناس جديده وتقضي لحظات حلوه. هيعوضك قوي عن الطاقه اللي انت كنت فيها هنا. كمان الشخص ده بنسبه كبيره قوي هيبقى سبب في تغيير كبير في حياتك، تغيير مش قليل، تغيير مثلا يعني تغيير مصيري. فاهمين ازاي؟ سواء بقى التغيير ده ايجابي او مش ايجابي، بس هو ان شاء الله هيكون ايجابي. انا حاسه ان هو هيكون ايجابي. الشخص ده انتوا هتقابلوه في مكان مهني، يعني مثلا زي شركه، مؤسسه، ممكن معرض او مؤتمر، ممكن مثلا ورشه تدريبيه، او مثلا دورات او كورسات. ممكن برضو لو انتوا مثلا على النت، ممكن برضو تتعرفوا على النت. على فكره ممكن يكون هو من دوله تانية، احتمال لبعضكم، ولكن برضو لانها قراءه عامه اكيد مش كلكم هتبقوا بتشتغلوا. ممكن يكون مثلا هو عنده محل او عنده حاجه، او هو تاجر وانتوا تروحوا تشتروا من عنده حاجات، فتتقابلوا بالطريقه دي. يعني انتوا تتقابلوا في مكان عملي. مش قادره احس قوي انه في بينكم معارف مشتركه، ولكن لو في بينكم حد يعرفكم، يعني انتوا الاثنين هتبقى برضو حاجات يعني ليها علاقه بالشغل، معرفه كده، مش اصحاب مثلا.
الشخص ده اول ما هيشوفك هيحس انه فجأة لقى اللي كان بيدور عليه. عايزه اقول لك ان هو هيبقى حب من اول نظره، على فكره بجد الشخص هيقع في حبك من اول نظره حتى لو هو ما بينلكيش ده. هيجذبوا فيكي قوي شكلك، اولا هيحس ان انت جمالك حلو قوي، هيحس ان انت جمالك من الجمال الطبيعي، حتى ممكن يعلق على جمالك، يعني ممكن مثلا يعكسك بكلمه او يقولك كلمه كده او كده، او حتى هتشوفيها في عينيه، يعني هتحس ان هو مثلا معجب بشكلك قوي. اكتر حاجه هتلفته في شكلك ان انت جمالك طبيعي، ان انت جمالك مشرق كده وطبيعي ومش مصطنعه، يعني مثلا ممكن تكوني ما بتحطيش ميك اب كتير، ممكن تكوني على طبيعتك قوي، ممكن تكوني حتى بريئه قوي. الشخص ده كمان انا حاسه ان هو هيحس قد ايه انت واثقه في نفسك وعندك يعني جاذبيه مش طبيعيه، يعني اللي هو على فكره انت ممكن تكوني مش شايفه نفسك حلوه، بس هو هيبقى شايفك كده، هو هيبقى شايفك الشكل اللي هو بيحبه او الشكل اللي بيرتاح له. كمان هيبقى عاجبه قوي طريقتك في ان انت ازاي بتتعاملي مع نفسك، ازاي تعبير وشك مثلا، ابتسامتك، طريقه كلامك، طريقتك في الحركه، هيحس ان انت قد ايه شخص مليان طاقه ايجابيه ومليانه نور. ده هيسحره، ده هيخليه يبقى معجب بيكي قوي وهيلتفت ليكي بشكل كبير قوي. كمان الشخص ده هيبقى شايف ان انت جسمك جسم متناسق، زي ما بقولك سواء انت جسمك متناسق او مش متناسق، هو هيبقى شايف ان انت يعني ماليه مركزك كده، شخص واثق في نفسه، شخص شيك في لبسه، شخص رغم ان هو مش بيتعمد ان هو مثلا يبهرج قوي في لبسه او يظهر قوي بشكل اوفر يعني، بس في نفس الوقت انت جذابه قوي وثقتك في نفسك عاجباه قوي. كمان انا حاسه ان هو هيعجب بشخصيتك، يعني مش بس بشكلك الخارجي، هيحس ان انت شخص عنده راحه نفسيه كبيره قوي، يعني اللي يبقى معاكي انت ممكن على فكره تكوني حاسه بغير كده، يعني انت ممكن تكوني مثلا حاسه تقولي راحه نفسيه ايه ده، انا اصلا طالع عيني، ده انا مليانه سلبيه، ده انا ما اعرفش ايه، بس سبحان الله هتلاقي دايما الناس حواليكي بيقولوا لك احنا بنرتاح نفسيا معاكي قوي، احنا بنحس براحه كبيره، بنحس بطاقه ايجابيه. هو هتلمسوا الحته دي. هيعجبه كمان ان انت شخصيه هاديه جدا وفي نفس الوقت عندك حضور قوي، يعني في ناس شخصيتها هاديه وتحس ان هي مع نفسها كده منطويه كده، محدش بيحس بيها قوي، محدش بيحس بوجودها، انما انت هتبقي من النوع اللي هو مش بتخشي تعملي دوشه كتير او مش بتلفتي النظر وصوتك مثلا مش عالي او مش بتقعدي تهزري وتتعرفي على الناس، هاديه ومع نفسك وفي نفس الوقت يعني الكل بيبصلك، في نفس الوقت عندك حضور قوي. هيبقى شايف ان انت شخصيتك غريبه نوعا ما او مش غريبه، خلينا نقول ان هي غامضه، وده هيديكي قوه كده، قوه داخليه كده، هيبقى هو مصر ليها قوي وهيبقى عنده فضول اتجاهك. كمان واضح ان انتوا هتتكلموا مع بعض وهيبقى معجب قوي بطريقتك في التعبير عن نفسك، يعني وانت بتعرفي نفسك ممكن تكوني على فكره رايحه تقدمي في شغلانه عنده، يعني هتحصل اي مناسبه وهتتكلمي عن نفسك قدامه، فهو هيبقى حاسس ان هو معجب قوي بطريقتك، ان انت فاهمه نفسك كويس قوي من جواكي، بتتكلمي بوضوح، بتعرفي تعبري عن كل حاجه جواكي، سواء حاجات مثلا مشاكل جواكي او حتى انجازات انت عملتيها. هيبقى حاسس ان انت شفافه قوي وصادقه في كلامك، وكمان عندك ذكاء عاطفي وبتعرفي ان انت تقري الناس بسهوله وبتقدري ان انت تفهمي مشاعر اللي قصادك بسهوله. هيتصدم كمان في قد ايه انت عامله انجازات كتير، او حتى لو مش انجازات ممكن تكون ان انت مثلا هتحكي له ان انت مريتي بايه، انت مثلا اشتغلتي اكتر من شغلانه، فانت مثلا شخص مثلا ممكن يكونوا رفضوكي في شغلانات كتير ومع ذلك انت مكمله، او مثلا هتحكي له عن حاجات تحديات في حياتك. الشخص ده هيبقى معجب قوي بطريقتك في ان انت ازاي قدرتي تتحملي كل ده وازاي قدرتي ان انت تعدي بكل ده لوحدك. هيبقى حاسس ان هو فجاه كده حلمه اتحقق قدامه، اللي هو فجاه ايه ده، انا هنا ازاي لقيتك، انا عماله ادور عليكي بقالي سنين، هنا فجاه لقيتك بجد. فهيبقى مبسوط قوي الشخص ده باللقاء معاكي، وهيبقى يعني هيقع كده في الحب من اول لحظه او من اول نظره زي ما بيقولوا. عايزه اقولك انه الناس هتبقى مستغربه جدا 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 الحال اللي حصل لك، التغيير المفاجئ، او انه مثلا انه الشخص ده فجاه كده لقيتي شخص رائع بالطريقه دي. حاسه ان هم مش هيبقوا مثلا مش حقودين بمعنى حقودين، ولكن هم هيبقوا معجبين قوي، هيبقوا مستغربين وهيبقوا شايفين ان انت شلتي كتير قوي. بصراحه مش قادره احس ان هم هيبقوا حاسين مثلا ان انت تستحقي او ما تستحقيش، هم مش هيبصوا للموضوع بالطريقه دي، هم هيبقوا في حاله صدمه، في حاله اللي هو ايه ده، هو ايه اللي حصل، هي ازاي عرفت تغير حياتها بالطريقه دي. عمالين مثلا نقول خلاص هي هتنهار، خلاص هي هتتدمر، بنلاقيها كل مره بتبقى احسن وبتبقى افضل وبتبقى مثلا بتلاقي فرص حلوه وبتنجح في حياتها وبتتجوز وبتحب. فهم هيبقوا مستغربينك قوي، اللي حواليكي هيبقوا منبهرين بحياتك، وحرفيا انت هتخلفي كل توقعاتهم. اول ما هتقابلي الشخص ده انت هتحسي تجاهه
مش هقول لك يعني انت مشاعرك هتبقى مختلفه عنه، هو هيقع في حبك من اول ثانيه وهيعجب بيكي قوي، بس انت هتبقي اكتر عقلانيه واكتر يعني ايه، خلينا نقول هتبقي تقييميه. يعني ايه تقييميه؟ يعني هتبقي قاعده كده بتبصي عليه من بره كده وبتقيميه بعقلك، تقولي هل الشخص ده كويس مش كويس، تتامليه كده وتشوفي يا ترى تاثيره على حياتي هيكون ايه. مش هتنجرفي في المشاعر زي ما بقولك، هتفكري بعقلك، وكمان هتحسي برضو ان الشخص ده على فكره فرصه حلوه، فرصه حلوه في العمل. ممكن مثلا تكوني حاسه ان هو مثلا هيخليكي في مستوى احسن، هيخليكي توصلي لحلمك اسرع، هيحسن جوده حياتك عموما. حاسه ان انت هتبقي بتفكري فيه بطريقه ماديه شويه، كمان هتبقي حذره شويه منه، يعني خصوصا لو انت من الناس اللي تعرضت لتجارب وحشه في قبل كده يعني، فهتكوني حذره قوي في التعامل معاه. هتبقي بتفكري يا ترى الشخص ده يستحق ان انا افتح له قلبي ولا لا، اخش معاه في علاقه ولا لا. هتبقي متردده شويه يعني. بالنسبه للفرح بتاعكم، انا حاسه ان انتوا هيبقى الحفله جميله، يعني هتعملوا حفله كده على الضيق، ممكن تعملوها على الشاطئ، ممكن تعملوها تجمع كده عائلي بسيط، وهيبقى حفله يعني هي جميله، بس انت مش هتكوني مبسوطه، هتكوني متضايقه شويه. ممكن تكوني مثلا حاسه ان انت خايفه تكوني اتسرعتي، مشاعر القلق مشاعر التوتر مأثر على الفرحه بتاعتك. كمان احتمال كبير يكون الشخص ده لسبب ما هيطلب منك ان الجواز ده يكون في السر. في السر بمعنى انه عادي اهلك يعرفوا او صحابك او كده، بس اهله مثلا ما يعرفوش، او مثلا ممكن يكون متجوز. احنا هنشوف الموضوع ده ان كان متجوز ولا لا، بس هو ممكن يكون مثلا متجوز وعنده بالفعل اسره ومش عايز ان هم حد يعرف حاجه عن الموضوع ده، فمش هيعرف مثلا يعمل فرح كبير او يشهر الجواز اللي بينكم. ولكن غير كده الفرح هيبقى لذيذ. يعني ممكن يكون احتمال لبعضكم انه في حد هيجي مثلا يرخم عليكم في الفرح او يعمل شويه مشاكل. ممكن تكوني خايفه كمان ان الفرحه دي ما تكملش، يعني مثلا تكوني مبسوطه والفرح جميل وكل حاجه، بس في عز الفرحه بتبقي خايفه يا ترى هنفضل مستمرين سوا، يا ترى هنفضل متجوزين على طول، يا ترى في حاجه هتيجي تبوظ لي الفرحه اللي انا عايشاها مثلا، او هيطلع ده مجرد حلم وانا خلاص هصحى منه. انت بقيتي تخافي او بقيتي تخافي انك تفرحي، فلازم تنظفي المشاعر اللي جواكي دي علشان ما تاثرش على حياتك بعد كده. في شخص المفروض تكوني حذره منه شويه، الشخصيه دي عايزه اقولك هي مش قويه، هي ضعيفه على فكره، واحتمال كبير تكون انثى مش راجل. الشخصيه دي هي بينكم، حد بينكم، ممكن يكون اخته، امه، او مثلا زميلتك في الشغل، يعني زميلتكم انتوا الاثنين، او حتى مراته. الست دي او الشخص ده عموما عينه عليه ومستكترك عليه، يعني حاسه ان انت ما تستاهلوش، هو المفروض هو اللي ياخده، هو عينه على الشخص ده قوي. ومش مسألة بقى بيحبه مش بيحبه، بس هو سوسة كده، تحسي ان هو سوسة، تحسي ان هو مش شخص واضح الشر اللي فيه او واضح الغيره اللي فيه. ممكن يكون اصلا بينكم انتوا الاثنين وبيتعامل معاكم كانه صاحبكم انتوا الاثنين، ونوايا حلوه وبيحبكم وفرحان ليكم، وهو اصلا يكون يعني سهن كده وعايز يوقع بينكم. فخدي بالك من الحته دي. بس هو مش شخص قوي على فكره، يعني تاثيره مش هيبقى كبير الا لو انتوا اللي سمحتوا ليه ان هو يتدخل بينكم ويوقع بينكم فعلا. كمان احتمال يكون ده مش شخص، احتمال يكون مخاوف جواك وسلبيات جواك. مواصفات الشخص ده، انا حاسه ان الشخص ده عنده بالفعل اسره تانية، ممكن يكون مامته واخواته بقى وكده، وممكن يكون زوجه تانية. بس عموما الاسره التانية دي هي تاثيرها عليه كبير قوي، مع ان هو مش ضعيف الشخصيه اللي هو ماشي وراهم وخلاص، هو زي ما يكون محتاج لهم وزي ما يكون ممتن ليهم. يعني هي لو في حياته زوجه تانية، فالزوجه التانية دي ممكن تكون صبرت عليه في وقت يعني وقت كان هو مثلا فقير فيه او كده، وقفت معاه جدا لحد ما بنى نفسه بنفسه. اللي انا حاساه انه ممكن يكون فيه شويه اعتراض من عيلته او من الاسره التانية دي عليك او على جوازه منك، وعلشان كده هو احتمال كبير يبقى عايز يخبي عليهم الجواز. انا عايز اتاكد من النقطه دي، عايز اتاكد ان كان هو اهله رايهم ايه في جوازتك معاه. مش هيبقوا، انا زي ما بقول لك كده، في حد في اهله هيبقوا رافضين ان ما كانش اهله كلهم، او مثلا اللي ليهم سلطه عليه، او اللي هو بيخاف على زعلهم. وممكن يكون احتمال كبير برضو زي ما بقول لك حد من يعني زوجه تانية او كده. فهو هيتجوزك برضو، يعني هو برضو هيتجوزك، هو بيعمل في الاخر اللي في دماغه، ولكن هحس ان هو هيبقى محسسك شويه بالندم
مش ندمان عليك، بس اللي هو ايه، كأن ضميره بيأنبه ان هو مثلا مخبي عن عيلته، او مثلا ان هو مثلا لو هو متجوز ان هو خان مراته كده بالطريقه دي وجرحها، وهيبقى خايف ان هو مثلا يكون ظلمها معاه. هتبقى دي حاجه مش محسساك بالرضا، وحاجه مضايقاك، وحاجه محسساك ان انت كأنك مرتبط بواحد كله مش ليك، كأنك متطفل مثلا او سرقته، او هو هيبقى بيحسسك، مش هيبقى بيحسسك انت بالظبط بكده، بس هو هيبقى حاسس بالندم وشويه قلق كده يعني. كمان الشخص ده هيبقى نوعا ما برضو خايف قوي يظهر معاك في تجمعات عامه، لانه خايف ان حد يشوفك معاه مثلا ويروح يقول لاهله او يروح يقول لمراته التانية. ولو هي ست فاكيد هي مش متجوزه واحد تاني، هتبقى برضو مثلا مخبيه مثلا عن طليقها، فهتبقى خايفه مثلا ان طليقها يعرف، هتبقى مخبيه عن اهلها، هتبقى برضو نفس الفكره يعني لو انت اللي بتسمعني راجل. طيب كمان الشخص ده زي ما بقول لك هو حاسس ان الرزق والنجاح اللي عنده، لان الشخص ده على فكره غني ومرتاح جدا ماديا، فهو هيبقى حاسس شويه ان هو ايه، كأن مثلا الفلوس دي من حق عيلته التانية مش من حقك انت بس، بيحس كده ان هو قليل الاصل من جواه. فهو ما راحش يتجوزك فراغ عين على فكره، وعلى فكره بيحب اسرته التانية برضو، سواء بقى عيلته او زوجه، بس هو في نفس الوقت انجذب ليك قوي. يعني ممكن تكون مثلا مراته التانية دي بالنسبه له اللي هي ايه، الجواز بقى اللي هو العشره، حب العشره وحب واللي هو الجواز، يعني مش فتاة الأحلام بالنسبة له، أنت بالنسبة له فتاة الأحلام، أو اللي هو الشخص اللي هو بجد روحه وبيحس بالرومانسية معاه والمشاعر الحلوة دي. عايزة أقول لك بقى شوية عن مواصفاته هو كشخصية، علشان برضو تبقى لو أنت عارف الشخص ده خلاص تبقى يبقى ده شخص من الماضي أو شخص موجود معاك حاليا، ولو أنت مش عارفه يبقى هو لسه هيخش يعني حياتك في المستقبل. اولا كده الشخص ده هو غني على فكره، الشخص ده كمان الشخص ده بيقدر قوي الجمال، وبيقدر قوي بيهتم بالتفاصيل، مش بس معاك انت، لا حتى بيبقى بيهتم بالتفاصيل دي في حياته هو نفسه. يعني مثلا تلاقيه بيقدر اقل حاجه في حياته، بيشرب القهوه بمزاج، بيتفرج مثلا على الكتاب، على المسلسل بتاعه، بيقرا الكتاب بتاعه كده في روقان، بيحب قعده كده معينه، يسمع اغنيه، يعني الحاجات حسب الحاجات اللي هو بيحبها، مش بالظبط زي ما انا بقول لكم، بس اللي هو ليه مود كده بيحب يستمتع بالحياه، مستقل بنفسه ومعتمد جدا على نفسه. وعلى فكره زي ما قلت لك الشخص ده لو في حياته حد ساعده ماديا او وقف معاه مثلا ان هو استحمل الفترات الصعبه اللي هو كان بيمر بيها او كده، ده مش معناه ان هو مش معتمد على نفسه، لا هو معتمد على نفسه جدا حتى لو حد ساعده على فكره، وبيعمل اللي في دماغه زي ما بقول لك، وشخصيته قويه لدرجه ان هو كمان ممكن يكون الاطراف حتى اللي ساعدته هي نفسها معتمده عليه، هي نفسها معتمده عليه. فهو شعوره هنا بالذنب، هو شعوره بالذنب اللي هو خان العشره مثلا، او اللي هو بيعمل حاجه ممكن تجرح حد، لكن مش بالمعنى اللي هو ايه، انا خايف، انا مرعوب، انا مثلا ممكن ياخدوا كل فلوسي وارجع تاني لنقطه الصفر. هو كمان شخص بيعرف يشتغل كويس جدا، وفي نفس الوقت بيعرف يرتاح كويس جدا، رغم ان هو على فكره عنده ادمانيه على العمل، هو بيحب يشتغل جدا جدا، ولدرجه ان هو ممكن تحس ان هو ايه، دي حاجه مضايقاك منه شويه، اللي هو يعني طول الوقت في شغله، بس هو برضو زي ما بقول لك يعني مش بطريقه اوفر، مش بطريقه اللي هي تخنقك، يعني ممكن تضايقك بس مش لدرجه انه خلاص تبقى حياتكم مستحيله، لان هو برضو بيعرف ياخد وقت يرتاح فيه ويقضي وقت حلو مع الاسره ومع العيله. علشان كده انا حاسه ان انت ممكن تبقى متضايق لو هو في حياته عيله تانية واسره تانية، فهو هيبقى الوقت بقى اللي هو اصلا صغير، بدل ما بيقضيه ليك لوحدك لا هو بيقسمه مع ناس تانية، فانت عشان كده ممكن تكون متضايق شويه. كمان الشخص ده متوازن، انا مش حاسه ان هو مثلا طايش او بيقضيها بقى انا واحد معايا فلوس بقى عايز كل يوم ابقى مع واحده شكل، او اللي هو لا هو مش كده، حتى هو لما اتجوزك هو اتجوزك عشان حبك بجد، عشان انت عجبته بجد، مش عشان خاطر هو كل يوم بيعجبه اي حد وخلاص. هو مش خاين، مش بطبعه رمرام بقى واللي هو بتاع بنات وعينيه زايغه والكلام ده، لا هو مش كده على فكره، هو على فكره مخلص كمان، الشخص ده مخلص وكويس، يعني حد كويس، حد محترم، وعنده القدره كمان ان هو على فكره ياخد قرارات ويدير مشاريع. عيوبه بس ان هو ممكن يكون بيحب ينعزل، وان هو يعني كل فتره والتانيه كده تحسي ان هو مثلا عايز يسيب الدنيا كلها ويقعد مع نفسه، بيهتم برضه بالماديات قوي لدرجه انك ممكن في بعض الاحيان تحسي ان هو سطحي شويه او بارد في بعض الاحيان، مش دايما، واللي هو ايه مش مهتم ان هو يتواصل بعمق كده، لا هو عملي اكتر مثلا. كمان حذر، عنده تحفظ عالي، ويعني مش بسهوله اللي هو مثلا بيعرف يبني علاقه مثلا عميقه مع الاخرين، مش سهل عليه حاجه زي كده، لان هو حذر ومش اي حد بيسمح له ان هو يقرب منه ويقرب من مساحته الخاصه قوي. فانت ممكن تلاقي برضو صعوبه في حاجه زي كده لو انت ما عرفتيش تصاحبيه وتكسري الحته دي وتحسسيه بالامان. كمان الشخص ده مش مرن كفايه، يعني ممكن يكون
يعني بيلاقي صعوبة شوية في ان هو يتكيف مثلا مع اي تغييرات مفاجئة او اي مثلا احداث جديدة تحصل. بياخد وقت على انه يتعود على الوضع الجديد ده، مش مرن يعني، فاهمين؟ كمان من عيوبه برضو ان هو بيقيس قيمته الذاتية على حسب الانجازات المادية اللي هو عملها والنجاح يعني، وعلى حسب مظهره وعلى حسب فلوسه وعلى حسب نجاحه. فالشخص ده دي حتة طبعا مش حلوة، وبتخليه دايما محطوط تحت ضغط انه لازم يفضل ناجح ولازم يفضل محافظ على نجاحه، لانه رابط اصلا قيمته الذاتية بالنجاح والفلوس والحاجات اللي زي كده. خلونا بقى نشوف الشخص ده انت ممكن تتعرف عليه امتى. يعني طبعا هيبقى مش وقت دقيق قوي، لان هي في النهايه قرايه عامه، ولكن احنا ممكن نعرف بالتقريب كده ممكن تتعرفوا على بعض امتى، ومش هتظبط مع الكل. الشخص ده انت هتقابله اولا هقولك بالارقام وهقولك بالحاله، لان كده ممكن تكون اشمل يعني. انت هتقابله في مرحله هتكون فيها يعني فترة زمنية هتكون فيها حاسس بأوقات صعبة قوي، حاسس بمشاعر وحشة، حزن، ألم. هتبقى ممكن تكون مثلا خارج من علاقة عاطفية وحشة، مثلا منفصل، مطلق. مرحلة صعبة عموما، مش شرط في الحب على فكرة، ممكن يكون مرحلة صعبة بشكل عام. بالنسبة للأرقام 3 أيام، 3 أسابيع، 3 شهور، أو شهر مثلا مارس، شهر 3 ممكن يعني في خلال الفترة دي. فده بالنسبة لموعد اللقاء إن شاء الله. طبعا خلونا بقى نشوف اول حرف من اسمه، ولكن انا عايزه كده اخد لكم بالاسترسال شويه اسامي هتيجي على بالي، او هحس ان انا مثلا سامعاها او كده. هقول لكم اللي هيجي على بالي والباقي هناخده بالحروف. خدوا معاكم اسم سمير واسم عيد. خدوا كمان محمد، وخدوا بيومي ومعتز، عفاف، نيرة، علي، مهاب، رحمة، فؤاد، سلمى، محمود، سامي، شاهين، ياسين، نورة أو نور، هبة. الأسامي دي ممكن تكون أسامي بتاعتك أنت، يعني أنت اللي بتسمعني أصلا، وممكن تكون للزوج المستقبلي يعني إن شاء الله. خلونا بقى ناخد أول حرف من اسمه، علشان ده هيكون طبعا شامل أكتر لعدد أكبر منكم. الحرف من اسمه مجموعة رقم 1. تمام، هجمع لكم بقى الحروف واوريها لكم. خدوا كمان اسم صابر. معانا حرف الحاء او الحاء، السين، الغين، الضاد، الدال، الكاف، الشين، الثاء، النون، الالف، اللام، الواو، اله، الصاد. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 2. اول حاجه الطاقه بتاعتك، انا حاسه كده ان انت متعلق في شيء، متعلق بحاجه عامه قوي، كانك مثلا متعلق بنسخه تانية منك نفسك تعيشها، بحياه مختلفه. كانك مثلا حاسس ان انت محبوس في جسم مش جسمك، في شكل مش شكلك، كانك حاسس ان انت مكسوف من شكلك الحالي، او من حاجه في شكلك او حاجه في جسمك. حاسس مثلا ان انت مش قادر تعيش الامكانيات اللي هي فعلا جواك.
يعني مش قادر مثلا تنجح، مش قادر تخلق الحياة اللي شبهك او شبه روحك. انت حاسس ان انت مسجون ومتعلق في واقع انت مش عايزه على كل الاصعده، او على صعيد معين، ولكن لاغلبكم هيبقى على اصعده مختلفه كتير. فده عامل لك حاله من الاكتئاب، عامل لك حاله من عدم الرضا. انتوا كمان ممكن تكونوا لبعضكم فئه منكم متعلقه بشخص هو توأم شعلتها، ومش قادره تتجاوز او تنسى الشخص ده، كانه سابها لانه رفضها، كانه مثلا شافها مش كفايه، كانه مثلا شايف ان هو احسن منها. ده في خيالك، هو مش شرط يكون شايفك كده فعلا، بس لبعضكم هيبقى برضو ده اللي جارحكم. انتوا كمان مدمنين شويه على حاجات ممكن تكون مش صحيه، ممكن تكون تدخين، كحوليات، ممكن يكون الجنس، ممكن يكون الاكل الغير صحي، السهر. انت كمان حاسس ان انت العمر بيجري بيك، كانك حاسس ان انت مثلا ايه بتكبر، او كانك في الغروب، كان في غروب كده في حياتك، اللي هو ايه، انا خلاص الدنيا بقت ورايا مش قدامي. انتوا فاهمين؟ عندكم الفكره دي ايا كان سنك. الشخص ده اول الفتره اللي هيقابلك فيها انت هتكون في قمه النجاح، هتكون محقق نجاح كبير قوي في حياتك الماديه وفي قمه الثقه بالنفس. انت على فكره هتكون في وضع خالص مختلف عن الطاقه اللي انت فيها دلوقتي. فده واضح ان انت لسه يعني الشخص ده مش هتقابله دلوقتي، لان انت طاقتك دلوقتي بعيده خالص عن الطاقه اللي انت هتقابله فيها. يا اما بقى مش عارفه ليه انا حاسه لبعضكم ان الشخص ده في حياتك بالفعل، انتوا متجوزين بالفعل اصلا، يعني القصه دي حصلت بالفعل مش لسه هتحصل. بس لو انت لا الموضوع ده مش كده، فانت عايزه اقولك ان هتتغير طاقتك، والفتره اللي هتقابل فيها الشخص ده انت هتكون نجم بمعنى الكلمه، نجم في حياتك، نجم وسط اسرتك، وسط صحابك. ممكن كمان يكون عندك المشروع الخاص بتاعك. هتكون غني قوي ماديا، هتكون شيك قوي، هتكون متغير 180 درجه. عارف النسخه اللي انت كنت هنا متعلق بيها وعماله اقولك نفسك معرفش حياتك تبقى ازاي، انت هتبقى حياتك كده. يا اما هي كانت كده والشخص ده بقى ايه دخل حياتك بالفعل وقلبها مثلا. الغريب بقى ان الشخص ده لما يخش حياتك تأثيره عليك هيبقى غريب قوي. يعني اولا هو زي ما يكون هيطلع منك كل البلاوي اللي جواك، اللي هو الحاجات المدفونة بقى، اللي هو مثلا العقد الطفولة، صدمات الطفولة، احساسك بالاحتياج، احساسك بالنقص، احساسك بعدم الكفاية، بالرغبة الفظيعة في الحب والمشاعر. عارفين اللي هو ايه، هيدخلك في حته ضلمه كده. انا شايفه كمان ان انت هتتعلق بالشخص ده لدرجه هتخليك مش عارف تشوف اي حاجه تانية، مش عارف حتى تشوف شغلك. خدوا بالكم علشان الشخص ده ممكن يكون احتمال كبير استغلالي، من النوع اللي هو ايه بيديك حب كبير قوي 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 ومشاعر انت نفسك فيها، وفي المقابل بياخد منك فلوس. دي حته انا عايزه يعني اوضح الكارت ده اكتر. عايزه اقولك ان انت هتعتمد على الشخص ده قوي، واعتمادك عليه هيخلق نوع من انواع الامان، ولكن الامان المؤقت او الامان الغير حقيقي، خصوصا لشخص مستقل زيك. يعني الشخص هو اصلا مستقل وقوي جدا، فده شيء غريب قوي، غريب قوي ان هو انت ممكن على فكره تكون انت اصلا هتحس برضو بالقيد قوي. انا حاسه ان القيد ده ليه علاقه بالحمل. انت ممكن تكون مثلا هتتجوز وتحمل بقى وتلاقي نفسك ما عندكش القدره على انك توفق بين شغلك وبين بيتك. ممكن يكون الشخص ده مسيطر قوي مثلا بحيث ان هو يقول لك ايه، لا البيت الاولويه للبيت، الاولويه للعيال، الاولويه بلا شغل بلا كلام فاضي. يعني حاول يلغي شخصيتك المستقله. ممكن تكوني شخصيه كنت ناجحه جدا، مثلا بتشتغلي مثلا في مركز حلو قوي، ولما اتجوزتي كان متفق معاكي انا مثلا هخليكي تكملي في الشغل وما اعرفش ايه، بس بعد ما اتجوزتوا تلاقي مثلا ان هو لا، هو بيقول لك البيت اهم، خليكي في البيت، خليكي مهتمه بالبيت، نظفي البيت، روقي البيت، انا ده اهم حاجه عندي عشان يبقى في وقت ليا. لان هو هيبقى في تعلق وفي حاله من الادمان كده، اللي هو ايه، عارفه الزوج المتطلب، عارفه الزوج اللي هو بيضغط مراته بسبب اللي هو عايزها يمتلكها، مش عايزه تبقى ناجحه، مش عايزه. طب انا عايزه اعرف هل هو فعلا علشان بيحبك او مثلا عايز وقتك ده يبقى ليه، ولا هو الشخص ده ممكن يكون بيغير من نجاحك مثلا. هو ده هيبان في صفاته اكتر وفي لما نعرف هو نفسه كشخص ناجح ولا لا يعني. بس عايزين برضو ايه، انا بصراحه عندي فضول يعني. هو مش مساله غيره بمعنى الغيره، هو مساله خلونا نقولها ازاي مثلا، ممكن يكون حاسس مثلا ان نجاحك هيمثل له تحدي، يعني هيخليه مثلا حاسس بتحدي ان هو لازم يثبت نفسه اكتر. انتوا فاهمين؟ او ممكن مثلا يكون خايف، مش غيران ولكن خايف، حاسس ان هو مثلا عايز يحمي انجازاته، عايز يحمي مثلا مكانته، يحافظ على مكانته، لانه ممكن ما يبقاش حابب فكره ان انت تنجحي اكتر منه او نجاحك يعدي نجاحه مثلا. مع ان انا حاسه برضو ان هو الشخص ده شويه ممكن يكون
بياخد منك فلوس. انا عايزه اعرف هل هو مستغل ماديا، يعني هل هو بس هو لو مستغل ماديا هيشجعك اكتر على انك تشتغلي وتجيبي فلوس على فكره. هنشوف هل الشخص ده ممكن يكون طمعان في فلوسك مثلا، عايز يستغلك ماديا. لا، مش حاسه قوي ان هو عنده الحته دي، هو بس بيبقى بيتملك شويه الشخص اللي معاه يعني. الشخص ده انتوا هتتقابلوا فين؟ انا حاسه ان انتوا قرايب، ممكن تكونوا قرايب اصلا، مثلا ابن صاحب مامتك، ابن صاحب باباكي، يعني حاجه كده. وممكن تكون الشخص ده انت عارفه من طفولتك اصلا، وممكن يكون التعرف عليه هيكون من خلال طفل او طفله. ممكن مثلا تكون بتفسح ابنك وهو بيفسح بنته وتتقابلوا، او انت بتفسح اخوكي وهو بيفسح اخوه وتتقابلوا مثلا. ممكن يكون المعارف المشتركه اصلا هي طفل، يعني ممكن يكون هو المدرس بتاع ابنك او بتاع اخوكي كده يعني. ممكن كمان تتقابلوا في حاجه ليها علاقه بالفن او مكتبه او على النت، او بالاخص قوي حاجه ليها علاقه بالعلاج النفسي. بينكم معارف على فكره، انتوا مش الشخص ده حتى لو معارف من بعيد قوي، بس بينكم معارف حتى لو مش بشكل مباشر. الشخص ده واضح ان هو مختلف عنك على مستوى كمان المستوى الاجتماعي، يعني انت واضح ان انت ما شاء الله بنت ناس قوي، وشخص ناجح وشخص رائع وشخص كده، يعني تستاهلي حد رائع مثلا. فاللي حواليكي هيبقوا حاسين من الجوازه دي انه انت ما تستاهليش كده، يعني انت ما تستاهليش الشخص ده، انت تستاهلي احسن منه بكتير. هما هيبقى ده رايهم صح او غلط، هما هيبقوا شايفين كده، هيبقوا كمان شايفين ان الجواز ده هيأثر عليكي سلبي، وهيبقوا حاسين كمان ان انت اولوياتك اتغيرت. يعني بعد ما كنتي مثلا عندك حياتك الخاصه، او مثلا بتحبي اهلك بقى ومعاهم على طول، فجاه كده بقيتي مع نفسك، بقيتي معزوله، بقيتش عايزه تشوفي حد، بقيتي مثلا هو حياتك كلها. فهيحسوا ان انت بعدتي عنهم، هيحسوا بالوحده والاحباط، هيحسوا كمان ان هم مش مرتاحين للجوازه دي، وحاسين ان انت مثلا يعني ممكن تلاقي صعوبه في التأقلم على المستوى ده. ممكن يكون الشخص ده على فكره مستواه المادي غيرك خالص، فهم هيحسوا ان هو هينزلك لتحت. فاللي هو ليه مثلا وافقتي ان هو يحرمك من شغلك؟ ليه وافقتي ان هو يحرمك من نجاحك؟ ليه وافقتي ان انت تقبلي بواحد مثلا مستواه المادي قليل قوي؟ هو مش عيب ان الواحد يبقى مستواه المادي قليل، ولكن هي الفكره ان هو مثلا مش شبهكم، مش شبهك، مش شبه عيلتك، مش شبه اهلك. فهو هيبقوا حاسين الشعور ده. زي ما قلت لك انا ما اعرفش هل احساسهم صح ولا غلط، ولكن حاولي برضو يعني ايه تبقي تبصي برضو لوجهه نظرهم، لانه احيانا مرايه الحب بتبقى عاميه، فممكن يبقوا هم غلط ويبقى انت نظرتك صح. بس هو على فكره ده تاثيره فعلا عليكي، هو يعني هيأيدك شويه وهينزلك شويه في المستوى. حاولي ان انت تفكري في الموضوع شويه بطريقه حياديه شويه، وفي النهايه طبعا القرار ليكي او ليكي. يعني من الحاجات اللي هتعجبه فيكي قوي، او يعني ايه اللي هيلفت نظره ليكي اول ما هيشوفك، براءتك، طفولتك، عفويتك. هيحس ان انت شخصيه محافظه لسه على الطفل اللي جواكي، يرتاح وهو بيتكلم معاكي، حاسه ان هو يعرفك من زمان، ممكن يكون فعلا يعرفك من زمان. فهو هيبقى فرحان ان انت مثلا فكرتيه بالطفوله لما كنتوا بتلعبوا سوا زمان مثلا. الشخص ده كمان هيحس ان هو ان انت بتفكريه باوقات جميله. عشان كده بقول لك انا حاسه ان انتوا كنتوا تعرفوا بعض وانتوا اطفال، بس لو انتوا ما تعرفوش بعض وانتوا اطفال، فهو هيحس ان انت بتفكريه بالطفل اللي جواه، فترته لما كان شخص بريء بقى ومش شايل هم في حاجه، ومبسوط وسعيد كده، وعنده اوقات حلوه ومستقر عاطفيا. هيعجبه كمان طريقه تعبيرك عن مشاعرك، ان انت مشاعرك صادقه قوي ودافيه، ومش شخص مثلا ملاوع، او مش شخص مثلا يعني اللي هو مش من البنات مثلا اللي هي بتضحك على الرجاله بقى بطريقتها كده، اللي هو تحس ان هي مش دغري كده او مش صادقه. هيعجبه كمان طريقتك في التفاعل مع الناس اللي حواليكي، ان انت قد ايه شخص ايجابي وشخص متوازنه في حياتك، شخص عارفه تحققي حاجات كتيره قوي من الناحيه العاطفيه ومن الناحيه الماديه. هيبهروا طريقتك وطاقتك على فكره في الوقت ده، لان هو يوم هيقابلك مش هيقابلك وانت في الطاقه دي ولا في الطاقه دي، هو هيقابلك وانت في الطاقه دي. انتوا فاهمين؟ فهو اللي هيخليكي في الطاقه دي، يعني هيخرجك من دي لدي. عشان كده بقولك خدي بالك كويس جدا لو الشخص ده لسه هيخش حياتك، فانتبهي، لانه ممكن يكون اهلك عندهم ساعتها حق في رفضهم ليه. يعني كلامه حلو وبتاع كلام وبتاع مغازله وبتاع كلام حلو، ولسه هقولك شويه مواصفات عنه. فهو هيبقى ده هيلفك بسهوله بقى، خصوصا لو انت فعلا ما عندكيش خبره في الحاجات دي، او انت من النوع اللي اصلا بيبقى بيحب قوي الرومانسيه بقى والكلام ده، فممكن تتغاضي عن حاجات كتير قوي مش حلوه فيه بسبب حاجه زي كده. هو هيعجبه فيكي بقى الحته دي، الحته ان انت لسه خام، لسه بريئه، لسه بسهوله بيعرف ان هو يكسب قلبك. ده غير ان انت هتبقي عاجباه برضو، فهيحس فيكي ان انت مناسبه تكوني الزوجه.
الزوجه اللي هو عايز يرتبط بيها يعني. انا مش قادره احس برضو حب يعني اللي هو الحب الفظيع اللي هو هيحسه اتجاهك، بس انا عايزه اعرف اكتر عن مشاعره اتجاهك. هو لايقه فعلا. هو بص الشخص ده لما هيشوفك، طبعا هو هيخش حياتك وانت في الطاقه دي، طاقه النجاح وطاقه الحاجات الجامده يعني، فهو هيقول واو هي دي الشخص اللي ممكن اولا طبعا هيحس بالتقدير والاعجاب ليكي جدا ولطموحك وانك قادره تحققي نجاح كبير. وعلى فكره دي دايما بيقع فيها الرجاله يعني او حتى الستات ايا كان، ان هو مثلا بيشوف شخص ناجح فيقول ايه خلاص الشخص ده انا هبقى معاه ناجح انا كمان. هو محدش هينجحك، هو انت يا اما انت تنجح يا اما تفشل، انت يا اما فاشل يا اما ناجح، او محدش مسؤول عن نجاحك. ولا حتى لو اتجوزت انجح راجل في الدنيا او انجح ست في الدنيا، في النهايه شخصيتك هي اللي هتاثر في الاخر في حياتك وممكن كان في حياه الطرف الثاني. فهو هيبقى حاسس ان انت ممكن مع بعض بقى تعملوا حاجه جامده قوي، تعملوا مشروع جامد تنجحوا سوا، نجاحك ده كله ينعكس عليه، فهيحس ان هو كده يعني. بس الحقيقه ان ده مش هيحصل، الحقيقه ان هو هيحس ان انت، هيخاف منك، هيحس ان هو مش قادر على شطارتك، مش قادر على ذكائك، مش قادر على نجاحك، هيقولك لا خلاص اقعدي بقى ما تشتغليش، لا ما اعرفش ايه. فاكرين لما قلت لكم في اول الفيديو ان هو هيبقى سبب ان هو بيخليكي ما تشتغليش، مش الغيره على قد ما هو انه بيحمي نفسه، ان هو خايف ان انت تسبقيه، او هو عارف ان انت اشطر منه فهيبقى خايف ان هو مثلا يبقى محتاج يثبت نفسه قوي قدامك. فدي حته مهمه، لان هو في الاول هيوعدك بقى بانه يشجعك يقعد يدعمك، وهو في الاخر اصلا مش هيعرف يحافظ على ده، وبالعكس مع الوقت هيتضايق من نجاحك اساسا يعني. بالنسبه لك انت، بالنسبه لمشاعرك اتجاهه اول ما تشوفيه، انا مش حاسه ان هيبقى اعجاب اللي هو يعني ايه، مش حب. هو هيبقى فيه اعجاب بس مش حب يعني. انت هتبقي مش من النوع اللي هو هيتدلق بسرعه، لا مش كده بصراحه، بس في نفس الوقت هيبقى عاجبك، عندك فضول اتجاهه قوي، حاسه ان انت عندك فضول اتجاهه وعايزه تكتشفيه اكتر وتكتشفي تفاصيله، خصوصا ان الشخص ده شكله هيخش لك بقى بحته ان انا بقى عندي مشاريع وعندي طموح وما اعرفش ايه، فهيعجبك ده. هتحسي انه الشخص ده متوافق جدا معايا، ده شخص جامد قوي، ده شخص احنا هننجح مع بعض. وعلى فكره هو ممكن يكون نجح في حياته فعلا يعني، مش معنى كلامي ده ان هو فاشل في حياته، اللي هو ايه فكره انه ننجح مع بعض، لا هو هيسحبها بقى، هبقى انجح لوحدي وانت اقعدي في البيت. هي دي بس المعضله اللي هو هيسببها في العلاقه معاكي. لو انت لانك هتبقي بتحبيه قوي وهتبقي معتمده عليه، هتبقي نوعا ما هتسيبي نفسك لحاجه زي كده. هتحسي برضو بشويه حذر كده، اللي هو يعني ايه، هتبقي بتفكري. انا مش شايفه ان انت هتبقي منجرفه عاطفيا، ولكن هو شكله مقنع قوي على فكره الشخص ده، وهيعرف يقنعك ان هو الشخص المناسب بما انه هو الزوج يعني. بالنسبه بقى لشكل الفرح، انا عايزه اقول لكم انتوا فرحكم هيبقى لطيف قوي، فرح دافي، فرح عائلي، ممكن تكون حفله بس كده، حفله عائليه بس مش متواضعه، هي ما فيهاش فخامه يعني، انتوا مش هتفخموا قوي، مش هتهتموا بكده، ولكن في نفس الوقت هتبقوا حريصين على انه الكل يكون مبسوط والكل يكون مرتاح. ممكن تكونوا مثلا هتحضروا اكل، مثلا هتعملوا هدايا للناس اللي هتيجي، هتبقوا مركزين قوي على انكم تفرحوا وتريحوا الناس اللي جايين يحضروا الفرح ده. فالفرح هيبقى جميل على فكره قوي. مش حاسه انه يعني هو مش فخم ولكنه راقي، عارفين انتوا الافراح اللي ما بتبقاش فخمه، ما فيهاش بهرجه كتير، بس في نفس الوقت راقيه كده وفيها جمال وفيها راحه. بصراحه فرحكم هيبقى حلو قوي، ابقوا اعزموني بقى. شوف بقى بيقول لك ايه بقى، بيقول لك يعني هو سبحان الله الكارت نفسه بيحذرك انه لازم تتوازن بين العمل وبين الحياه الشخصيه. اوعى تسمح للشخص ده ان هو يعمل فيك الحركه دي، اوعى تسمح للشخص ده ان هو يسرقك من الطاقه دي ويمنعك من شغلك ويمنعك من الحاجات اللي انت بتحبها. خليك متوازن بين الشغل وبين العمل وبين حياتك الشخصيه. بلاش الافراط في شيء واحد، بلاش التعلق والادمان على شيء واحد. ما تبقاش مثلا تغرق في حياتك العاطفيه وتنسى الالتزامات بتاعت الحياه بقى والنجاح والحاجات اللي انت بتحبها واهلك والحاجات دي كلها. خلي بالك برضو ما تصرفش فلوسك كلها، لو انت محوش مبلغ ما تصرفوش كله في حاجات ملهاش لازمه، ما تديهوش لحد ممكن يكون بيضحك عليك، او مثلا يوهمك ان هو هيعمل معاك مشروع مثلا وفي الاخر ياخد الفلوس لوحده. مش شرط، مش قصدي على الزوج على فكره، انا قصدي عموما يعني. ممكن يكون لو الزوج على فكره هيخش لك من ناحيه ايه، وانا مش حاسه ان هو نصاب، بس انا حاسه ان هو ممكن يقول لك هات فلوسك مثلا ونكبر المشروع سوا. الشخص ده انا هقول لك بقى مواصفاته، وانت هتعرف ان كان هو في حياتك الحاليه دلوقتي ولا لسه هيخش حياتك يعني. لو انت تعرف المواصفات دي فيبقى ده حد من الماضي، لو انت ما تعرفش المواصفات دي يبقى لسه حد جديد هيخش حياتك. الشخص ده ذكي جدا، ذكي الى درجه كبيره يعني، وبيفهم الامور بعمق كده، مش شخص سطحي مثلا او عبيط في تفكيره، لا شخص دماغه حلوه ودماغه وتفكيره فيه وضوح كده، وبيعرف ياخد قرارات منطقيه وعقلانيه. كمان الشخص ده صريح على فكره وواضح يعني، مدب كده، بيقول الكلام في الوش ومش بيخاف ومش بيحب
بيحب اصلا الغموض او ان احنا نقعد بقى نتلاعب، عشان كده هو هيعجبه فيك الحته دي. انت على فكره برضو عندك الحته دي، انت شخص صادق وشخص صريح وواضح. كمان الشخص ده عنده على فكره قوه اراده وعنده حته ايه، انا حاسه شويه ان هو برضو عنده ايجو عالي، شويه ايجو عالي من ناحيه ان هو مثلا لو هو راجل هيبقى مؤمن قوي بقى بالذكوره، يعني عنده الذكوره عاليه شويه بطريقه مش حلوه، يعني اللي هو مثلا ايه، انا الراجل، انا اللي اقول، انا اللي انفذ، انا اللي اكون ظاهر، انا اصلا الدين بيقول لي ان انا عادي، ان انا من حقي اكون مثلا عايش حياتي بطريقه معينه. وفي نفس الوقت تلاقيه مثلا بيلغي الحته دي عندك انت، يعني مش يقول لك مثلا احنا الاثنين متساويين، لا انا مش حاسه ان هو مؤمن بالتساوي، حتى لو هو باين في الاول ان هو لطيف بقى وكده، بس لا لما تعرفوا عن قرب هتلاقيه مش كده. كمان الشخص ده عنده شويه حته ان هو ايه، زي ما بقول لك، هو كلامه حلو وهيعرف يفتح مواضيع ورغاي وشاطر في الكلام، يعني هو هيلفك اصلا بالكلام، ورومانسي في كلامه معسول يعني. كمان هيحسسك ان هو فاهمك بسهوله وسهل ان انت تتكلم وتاخد وتدي معاه، هتفتحوا قلوبكم لبعض قوي على فكره، وهتبقوا صحاب، انتوا في البدايه هتبقوا صحاب قوي وهتفضلوا صحاب. انت على فكره هتبقى متعلق بيه قوي الشخص ده. وعايزه اخد لك برده كارت عن مشاعرك بعد الجواز ناحيته، هتبقى ايه؟ هل هتبقى بتحبه فمستحمل كل ده عشان بتحبه بجد ومبسوط معاه، ولا انت هتبقى بقى راضي بحياتك وساكت وخلاص؟ هاخد لك الكارت ده. بس خلينا نكمل. من عيوب الشخص ده ان هو هيبقى قاسي شويه في قراراته، يعني صارم. عارفين انتوا الناس اللي هي مثلا ايه، هتقول لك مثلا لا هو كده، لا انا شايف كده ومفيش غير كده، مع ان هو على فكره في بدايه حياته في علاقته معاك هيبقى شخص بيتناقش جدا، عنده مناقشه، عنده كلام، ما عندوش مشكله في الحته دي، بس هو عنده بعض المبادئ، او لما الموضوع بيجي عند حاجه ليها علاقه بمخاوفه، لا هنا بقى بيبقى صارم ورخم ومتحكم ويقول لك هو ده ومفيش غير ده. فاهمين ازاي؟ خلوني قبل ما انسى اشوف لكم الكارت اللي بقول لكم عليه ده. بعد الجواز مشاعرك اتجاهه ايه؟ هتكون بتحبه ولا لا؟ وكمان هتكون مبسوط معاه ولا لا؟ بص، هو انت عموما مع الشخص ده مش مساله هتبقى بتحبه او مش بتحبه، انت هتبقى متضايق منه، هتبقى حاسس ان انت عايز تاخد طريق تاني خالص، كانك فجاه كده هتنفجر بقى، اللي هو هيجيلك زي الصحوه كده، هتبقى عايز تلاقي نفسك، هتبقى عايز تسترد قوتك تاني، هتبقى عايز تلاقي طريقك اللي انت حاسس ان هو ضاع منك، هتبقى عايز تفوق من الحالة اللي انت وقعت فيها دي، هتبقى عايز تخرج من الطاقة ومن تأثيره عليك ومن سلطته وتحكماته، اللي هو حرفيا ممكن يكون مثلا سرق منك نجاحك، سرق منك قوتك، سرق منك فرحتك. فانا حاسه ان انت هتفوق في علاقتك معاه في النهايه، يعني بعد ما تمر بالمراحل اللي هي الظلاميه دي، لا هتصحى وهترجع تاني تقرر ان انت تشوف حياتك من اول وجديد وتشوف مستقبلك وتخطط لحياتك، وهو هيفضل خايف. يعني بص هو هنا مرعوب ازاي، هيبقى كانه ايه، هو هيوصل لمرحله انه مش هيبقى قادر يقف قصادك تاني. بعد ما كان بيتحكم فيك جامد مش هيعرف يقف قصادك تاني، لان انت هتبقى طاقتك جباره، اللي هو عارفين لما تقولوا اللي قصادكم مثلا او من غير ما تقولوا، هو هيحس كده، اللي هو لو وقفت في طريقي انا هسيبك، انا خلاص واصل لمرحله ان انا ممكن استغنى عنك. فهيسكت بقى وهيقفل بقه، بس في نفس الوقت هيبقى ايه، هيبقى خايف كده وعمال يراقبك كده من تحت لتحت، وهيبقى متربص قوي من نجاحك على فكره الشخص ده. طيب هتتقابلوا امتى بقى؟ انا عايزه اقولك على كذا احتمال كده. احتمال كبير قوي يكون الشخص ده اصلا كنتوا متجوزين بالفعل وانفصلتوا عن بعض، وانت زي ما بقولك كده خلاص بقى قررت ان انت تشوف حياتك وتبدا من جديد، وممكن تكون سبته كمان، وهو هيبدا يعني ايه، هو هيبقى هو الزوج المستقبلي برضه، يعني هو مثلا هترجعوا لبعض تاني بس بعد ما كل واحد فيكم يتعلم الدرس ويغير من نفسه. واحتمال ان هو لسه ما يكونش اصلا دخل حياتك والقصه دي لسه هتحصل لك. عموما الشخص ده هيخش في حياتك او امتى هتتقابلوا، انا هقول لك يعني بالتقريب كده هتتقابلوا امتى. لو انت السيناريو اللي انا حكيته لك ده اللي هو انتوا كنتوا بالفعل اتجوزتوا وانفصلتوا، فانتوا هترجعوا تتقابلوا تاني في فتره هتكون انت فيها ارتحت نفسيا، او استرديت تاني نفسيتك وهدوءك النفسي وسلامك النفسي، وممكن نقول مثلا وقفت على رجلك تاني، او على الاقل خالص تشافيت نفسيا من العلاقه دي او من المشاكل اللي كانت جواك. لو انتوا عمركم ما اتقابلتوا فانتوا برضو هتتقابلوا في مرحله هتكون انت نفسيا مرتاح، يعني هتكون انت في فتره حلوه نفسيا مش في فتره وحشه. ممكن تتقابلوا في حاجه ليها علاقه برقم 4، ممكن تتقابلوا مثلا في بعد 4 ايام، بعد 4 اسابيع، بعد 4 شهور، او في شهر 4. ممكن تتقابلوا كمان في الربيع، في موسم الربيع. كمان ممكن على فكره تتقابلوا في مكان فيه مواصلات مثلا، او في رحله، او في سفر، او في حاجه فنيه.
ممكن جدا على فكره في حاجه فنيه، ممكن تكون كمان رايح مثلا تاخد كورس في حاجه في آلة موسيقيه يعني. خلونا بقى نشوف اول حرف من اسمه. كمان خلوني اخد لكم زي المجموعه الاولى برضو الاسامي بالاسترسال. اوكي، عصام، علا، ليلى، عزيز، في حرف العين على فكره معانا كتير، كرمه، معتز، يمنى. في بنات كتير هنا، ممكن يكون في المجموعه الثانيه في شباب كتير بتسمع، او ممكن تكون دي اسامي البنات اللي بتسمع اصلا القراءه دي. فاللي انا بقوله ده ممكن يكون اساميك، يعني اسمك انت شخصيا اللي بتسمعني، او اسم الزوج المستقبلي يعني. رانيا، نوال، محمود، حاتم، أسامة، مصطفى، صفية، عادل، كمال، نبيل، محمود اتكرر تاني، مروة، هيام، فجر، حنان. انا مش عارفة ليه كل الاسامي بنات، واضح ان طاقتكم واصلة قوي. اللي اسمه يتقال يا ريت تكتبولي. زياد، على فكرة محمود متكرر كتير، سمعته كتير قوي. عمر وعمر، وحرف العين، حرف العين اتكرر قوي وحتى نزل لنا في الحروف. تمام، خلونا بقى ناخد الحروف. انا هظبط لكم الحروف وهوريها لكم. الحروف هي ج ح س ط ق ر ض ع ز ظ ش ي لام س ك ذ